يا اخوانا تخيلوا الملعب ده موجود في افريقيا، موجود في شمال افريقيا كمان. الملعب ده هيتلعب فيه كاس افريقيا 2025. التحفه الفنيه دي هي ملعب مولاي عبد الله في الرباط في المغرب، واللي اتعمل في وقت قياسي اقل من سنتين، وزاره رئيس الفيفا كمان. الملعب خلاص قرب ينتهي، قرب يتسلم. تحفه فنيه ما شاء الله اللهم بارك. الملعب بيتسع ل 70,000 متفرج، كمان المباراه هتبث منه 4K. وبصوا من غير زعل، قبل 6 شهور كنا كلنا مقتنعين ان المغرب مش هيقدر ينظم كاس افريقيا، ما عندوش ملاعب عشان المغرب، وفي وقت قياسي يصدم العالم كله جدد كل ملاعبه. عمل الملعب الاولمبي في وقت قياسي اقل من 9 شهور وخلصه. بنى اجدد ملعب وافضل واحلى ملعب في العالم كله، ملعب مولاي عبد الله. ودي مش مبالغه، ادخل شوف مميزات الاستاد ده. كمان عملوا قرعه كاس افريقيا، خلاص الكاس هيتلعب، قال لك لا مش مبسوطين، لا لا لا. قاموا بانيين كمان ملعبين في 5 شهور، ملعبين في 5 شهور وقربوا ينتهوا. ملعب البريد وملعب مولاي حسن، ملعب البريد وملعب مولاي حسن. كمان الصدمه ان الملاعب دي والاستادات دي كلها معموله بايادي مغربيه 100%، شركات مغربيه، فلوس مغربيه، عمال مغاربه. دي ما مغرب حبيب قلب سلام.